السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دائما وأبدا ودوما على كل شيء، الحمد لله بجد فعلا. ناس كتير قوي من على السوشيال ميديا، لما بنقعد بنستغرب ان احنا بنشوف ناس بنلاقيها بتسافر وبتتفسح وتخرج ومعاها ملايين، في الوقت اللي فيه ناس برضو نفس الناس اللي كانت معاها بتعاني من مشاكل مادية، بتعاني من أمراض، بتعاني من فراق، بتعاني من طلاق، بتعاني من حاجات كتير. فبجد فعلا الدنيا كده كده مش كلها بتبقى حلوة. امبارح اتفرجت على حلقة لولا فاني، يعني هي ابتدت ان هي توقف الشغل ليه؟ لان حالتها النفسيه مدمره بسبب اللي حصل لها ما بينها وما بين جوزها، وبسبب ان هي اصبحت المسؤوله عن بنتها، وكمان في طفل كمان هي مسؤوله عنه جاي في السكه، وان هي محتاجه انها تتعالج على نفقه الدوله. فبجد فعلا الحمد لله لما نبص لغيرنا اكيد هنحمد ربنا على محدش يقول اعمال والكلام دوت، وده اتعمل له عمل وده اتعمل لها عمل والكلام ده. لا بجد فعلا الرجوله مش محتاجه ان يتعمل لها عمل. الراجل لما بيبقى راجل بيحتوي زوجته، بيحتوي اهله واهل بيته واولاده، ده مش محتاج ان هو يتعمل له عمل علشان هو يقل من رجولته. لا، فما نلجأش للحجج والهبله، وان هي تقول مثلا اصل ده اتعمل له عمل. مفيش حاجه اسمها اتعمل له عمل، العمل بيد الله عز وجل وحده فقط لا غير. انما هو اللي اتربى تربيه ما تفيهاش اي نوع من الرجوله، اتربى سوري معلش على حجر مامي، على حجر بابا، على حجر اهله، اتربى ما يعرفش يعني ايه تحمل مسؤوليه، ما يعرفش يعني ايه بيت، ما يعرفش يعني ايه اسره، ما يعرفش يعني ايه طفل او طفل او اطفال. الرجوله تكمن في القوامه، القوامه تمثلت في الانفاق. انت مش محتاجه ان انت تطلعي تقولي ان هو مثلا معمول له عمل عشان اللي حصل ده، او عشان اللي عمله مع تاثيره مع بيت معاكي ومع اهل ومع اولادك. لا، قولي ان هو مش راجل، قولي كده بدل ما تطلعيها في العمل، وبدل ما نقنع الناس بان في اعمال. لا، مفيش اعمال، العمل بايدنا احنا بس فقط لا غير. احنا اللي بايدنا نزرع الحب، احنا اللي بايدنا نزرع الخير، الحقد، الغل احنا اللي بنعمله. قله الادب برضو البشر هما اللي بيعملوها، تمام؟ فمحدش يقول اصل ده معمول له عمل. لا، قولوا ان هو ما ترباش تربيه صح، قولوا ان هو بيتدلع من عند اهله، قولوا ان هم عنده محرضين ودني بيسمع للعيله، خرب بيته بايده، قولي كده. لكن ما تطلعيش تقولي اصل فلانه عملت له عمل، اصل علانه عملت له عمل. الكلام ده مرفوض. قولي ان هو مش راجل ناقص، قولي كده. قولي ما ترباش، يعني ما اعرفش يعني ايه معنى رجوله، قولي الكلمه دي، لكن ما تقوليش عمل. وايا كان الامر طبعا بدعي لها ان ربنا يفك ضيقتها ويفك كربها، واكيد طبعا ربنا بصير بالعباد وعالم بكل واحد فينا. استمري يا لولا واستمري في شغلك واستمري في عملك. مفيش اي حد ابدا يضطرك ان انت تبعدي عن شغلك، لان شغلك هو اللي هيسندك وهو اللي هيقومك. شويه اللي هم الهالات السوداء، او شويه الاشرار، او الناس اللي هي قاعده عشان تخرب بيوت الناس دي، دعيهم جانبا، سيبيهم ورا ظهرك خالص، لان دي كتله مهمله ليس لها اي قيمه. بكلمك بامانه والله العظيم. الناس اللي هي الحاقده، اللي قلبها اسود، اللي بتشتم، اللي بتخرج، اللي بيشتم ده بينم عن ان طبعا ربايته ربايه زباله. فمعلش ما ترجعيش نفسك لشويه ناس حاقدين. استمري في عملك، اهتمي ببنتك واهتمي بالبيبي اللي جايلك. واي واحده لازم تعمل كده، انها تهتم بحياتها وتبص لنفسها، لان اي حد ايا كان لو حصل له اللي حصل. المشكله امتى؟ المشكله هتكون لما نبص لورانا، لما نبص للناس اللي ملهاش اي 30 لازمه، اللي هم اصلا عايشين في الدنيا عشان يحقدوا ويغلوا ويهروا ويوقعوا ده في ده وتوقع دي في دي. هو ده. فلو احنا بصينا لهم يبقى احنا كده بنموت نفسنا. بالعكس، تقدمي، بصي لقدام، خليكي انت افضل. خلي شويه اللي هي مش عارفه اقول لفظ قذر، شويه اللي هم الناس الفارغه دي هي اللي تبتدي انها تجري وراكي. خليهم كده، خليهم قاعدين، لان دول بيموتوا حرفيا كل ما انت ما بتتقدمي او بتوصلي. بقول الكلام ده لاي واحده. خلي في اراده، خلي في عزيمه، خلي في قوه. عملك ثم عملك ثم عملك. التفاتك لاهلك، اسرتك، ارتباطك بولادك، ارتباطك باخواتك، ارتباطك باسرتك اللي هي بتحبك، مدتك الحب، اللي هم ادوكي العطاء، اديهم انت العطاء، وخليكي جدع معاهم زي ما هم استجدعوا معاكي. بقول لكل واحده ست كده.
وبالنسبة بقى للأزواج الحلوين المتزوجين، ربنا يهدي سركم جميعا. بلاش ندخل حد في مشاكلنا، بلاش تروحي تقولي لماما، بلاش تروح تقول لبابا، بلاش الحاجات دي عشان الحاجات دي هتخرب بيتكم. بلاش يبقى في ان احنا نسمع، بلاش تكون انت مثلا من الرجاله الودانيه اللي بتسمع لاخته وامه وعمته وسته وخالته. بلاش الكلام ده يعني عشان ما تعجلش بخراب بيتك بسرعه. اهدى كده وتأنى كده واثبت في بيتك، وخليك كده عاقل، وخليكي عاقله وهاديه وراسيه. وبلاش الناس اللي بتحب تحشر مناخيرها بحكة انها مفتحة وعاقلة وهادية وتقول لا اعملي وما تعمليش، عشان انتوا اصلا اللي بتولعوا الدنيا. اللي بيجي تقول لا ما كانش ينفع، ولا ما هي مش غلطانة، لا هو مش غلطان، انتوا عايزين جنازة وتشبعوا فيها لط. فبلاش ندي الناس دي حق ان هم يتدخلوا في حياتكم، بلاش تدوهم حق. المشاكل تجاوزوها مع بعضكم، ما بينكم وما بين بعضكم.